يا مساء الجلاش، يا مساء العنب، يا مساء الخوخ. ابراهيم فايق يعلنها رسميا انسحاب المصري البورسعيدي من الدوري. الحمد لله يا رب. الحمد لله ان انتوا انسحبتوا. الحمد لله. خير ان شاء الله. خير. لا، ده كمان ما انسحبش وبس، ده كمان نادي المصري ما انسحبش وبس، ده كمان بيهدد بتجميد النشاط الرياضي. يا عم اقعد، يا عم اقعد، يا عم كان غيرك اشطر. كان اتجمد النشاط لما فاكرين انتوا. أنا مش عايز بس اقول عشان الفيديو، والله فاكرين انتوا ال 72؟ فاكرين؟ كان اتجمد النشاط وقتها. يا عم اسكت، يا عم اركن على جنب واسكت. ليه؟ مالك؟ مال حضرتك؟ مالك زعلان ليه؟ متضايق ليه؟ ايه اللي حصل؟ خير ان شاء الله. فضائح تحكيمية يا راجل بجد والله. فضائح تحكيمية ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ يا عم اسكت يا احمد بقى، انت مش فاهم الموضوع، فهمني يابا. ده اتظلموا النهارده في ماتش بتروجيت واتحط عليهم جامد وخسروا كمان. خسروا بجد. خسروا كام؟ 3-2. طب ما عادي، طب ما بلعين 3 برضه من الزمالك، ايه المشكله؟ وكان في فضايح برضه قدام الزمالك، ما اتكلموش ليه؟ يا عم بقى يا جدعان بقى، احنا هنضحك على بعضنا. فضايح التحكيميه على الكل. فضايح التحكيميه على الكل. الاخطاء التحكيميه على الكل. انت عايز تنسحب من النيل الدوري، انسحب يا باشا براحتك، عادي جدا، ايزي يا عزيزي. الموضوع سهل جدا، انسحب. انما نشاط مين اللي تجمده؟ جمد يا اخويا، جمده والله هتريحنا. تبقى في مصلحتنا يعني، جمد النشاط لو تعرف تعملها اعملها. ده اقول لكم انا يا اصدقائي، ده اسمه ايه بقى؟ نوع من الضغط على الحكام. بمعنى المصري بيعمل كده دلوقتي عشان شايف ان هو كان متصدر يا باشا الدوري، او في المركز التاني، او اللي هو يعني ايه، في الترتيب اللي هو الاول في الدوري، اللي هو المراكز الاولى يعني. فلاقي الدنيا بدأت تتسحب، فاهم؟ اللي هو يخسر من الزمالك ويخسر من بتروجيت، والموضوع بي 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 بيعك معاه. فقال لك لا، كده مش هينفع، احنا هنضغط على الحكام من الموضوع ده، ويبقى سلاح ذو حدين. بمعنى لا اما الحكام تخضع وتظبطنا الماتشات الجايه، او الجماهير بتاعتنا تعرف او تفهم ان احنا سوء النتائج ده بسبب الاخطاء التحكيميه، فاحنا نخف الضغط من علينا يعني. فهمت بقى ازاي؟ فهو سلاح ذو حدين. فتمام، حلو. اي اداره في الدنيا بتدور لمصلحه فريقها، ده حاجه حلوه. تمام. ولكن ما تصدعناش كل شويه. ماشي. يعني ما تصدعناش. بلاش بقى اللي هو ايه، حركات العيال دي، وبلاش نهدد بحاجه. لا اما تعمل، لا اما بتعملش. الاهلي قال مش هلعب ماتش الزمالك، وعمل وفعل. ايا كان هو غلطان ولا مش غلطان في الموضوع، بس عمل. تمام. وعمل برضو اللي على هواه، واتخصم منه اللي هو عايز يتخصم، ومتخصمش منه اللي هو مش عايزه يتخصم. اللي على هواه حصل. فانت ما تصدعناش. انت مش الاهلي. حلو. انت مش الاهلي. اللعبه دي لا اما اهلي لا اما زمالك هو اللي يسلك فيها، انما انت لا لا ولا لا. لا تقول لي بقى فريق جماهيري ولا فريق بطيخي. مش هتعرف تعمل اللي الاهلي بيعمله ولا اللي الزمالك بيعمله في الموضوع ده بالذات. في الموضوع ده بالذات مش هتعرف تعمله. هتنسحب، هتاخد فوق دماغك عادي جدا. عادي جدا. تمام. بس ابراهيم فايق بقى طلع في برنامجه واتكلم وقال ان وعرض طبعا البيان بتاع المصري. البيان بيحتوي على جملتين او 3 او 4، يعني شكل كان بيكتب الحبر خلص منه في حاجة يعني. ف البيان بيحتوي على تهديد نادي المصري بتجميد النشاط الرياضي في مصر والانسحاب من الدوري. الاتنين يعني، انا بعددكم دلوقتي، انسحب وهجمد. طب اعمل حاجة واحدة، يعني ما اعمل حاجة، انسحب. بس هتجمد ازاي؟ طب جمد، فبالتالي ما تبقاش انسحبت، يبقى كل الفرقة انسحبت. لا، انا هعمل الاتنين بقى، انا الجديد منه. انا 2 في 1، هعمل الاتنين. تمام، اعمل يا باشا الاتنين ويلا بينا، احنا معاك جدا يعني. انا كاهلاوي، انا بقول لك انا تمام اوي في اللي انت عايز تعمله ده، لان انا اصلا مش عايز الدوري ده يكمل، لان انا مستواي زي الزفت فيه. فيبقى من مصلحتي جدا 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 ان الدوري ده يتلغي يعني.
استنى بس نقرا الرسالة اللي جاية لي دي، نشوف خير يا رب حصل ايه. اه، باقتك هتخلص كمان 2 ايام، ليك 20% ميجا بايت زيادة، وكمان وحداتك شايفين. يعني انتوا واخدين بالكم ان بيحصل الباقة هتخلص على مين بقى؟ على المصري البورسعيدي. والله بجد الواحد تعب، الواحد تعب من الدوري المحلي هذا. اخبار كلها اونطه في اونطه لحد ما الباقة ما خلاص هتخلص. بسبب ايه؟ المصري. الله يبارك لك يا مصري، الله يبارك لك يا اخي. وفي كمان رسالة ايه تاني؟ لا دي ما تهمكمش اوي. بس يا اصدقائي، وهنا ينتهي الفيديو الجميل اللذيذ. عايز بس اطلب طلب من كل الاحباب اللي هيشوفوا الفيديو ده، يا ريت السبسكرايب الجميل اللذيذ اللطيف، ويا ريت كمان اللايك. لايك هتعمل ديسلايك ليه؟ ليه؟ مش عاجبك انا كلامي؟ مش عاجبك عادي ما تعملش، اعمل لايك. لا هنا هتدفع فلوس ولا هنا هتدفع فلوس. السبسكرايب بيغرمك ايه؟ انا عايز افهم. يعني انت لما تدوس اشتراك كده في القناه، انت هتغرم ايه؟ هتتعب في ايه؟ نفسي افهم. يا عم انت مش حاببني؟ مفيش مشكله، اعمل اشتراك وخلاص. اعمل اشتراك وغير الجيميل واعمل جيميل جديد. مش هطلع قدامك انا تاني، ولو طلعت اعمل اشتراك وغير الجيميل برضه. خسران ايه انت خسران ايه؟ انا مش فاهم. اكيد بهزر طبعا، اللي عايز يعمل اشتراك يتفضل يعمل، اللي مش عايز ما يعملش. بس يعني حسبي الله ونعم الوكيل. بس مش هنقول اكتر من كده. ويا رب ال7 دقايق يكملوا بقى عشان الواحد تعب. يعني والله بجد يعني الموضوع ايه؟ واحد يقول لي ليه يا احمد 7 دقايق؟ هو التارجت بتاعي كده يا عم، انت مالكش دعوه. هو التارجت بتاعي كده ان الفيديو بتاعي يوصل ل7 دقايق. التارجت بتاعي كده. انت مالك انت؟ الفيديو خلص امشي، اقفل الفيديو خلاص امشي. ايه اللي مقعدك اصلا لحد دلوقتي؟ بس شكرا، مع السلامه.